أهلا بكم. اليوم هزة أرضية خفيفة بؤرتها جهة وزان وأحس بها مجموعة من المدن المغربية. الحمد لله على لطف الله والحمد لله على ألطف الله. المثير في الأمر هو لأول مرة القناة الأولى المغربية تتفاعل مع أحداث مثل هذه ببث نشرة استثنائية مباشرة لتوضيح الأمور. وإليكم هذا المقطع أو النشرة الكاملة للقناة الأولى المغربية الرسمية التي تعطي المعطيات الرسمية حول الزلزال الذي ضرب المغرب اليوم. مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم معنا في هذه النشرة الاستثنائية نقدمها لكم مباشرة من الأولى في الرباط. قبل قليل سجلت عدة مدن مغربية هزة أرضية بلغت قوتها وفقا للمعهد الوطني للجيوفيزياء 5.2 على سلم ريشتر. حدد مركزها في جماعة بريكشا بإقليم وزان قبيل منتصف الليل. هزة أرضية استشعرتها ساكنة عدد من المناطق المجاورة لمركز الهزة، من بينها القصر الكبير، الحاجب، العرائش، شفشاون، سوق الأربعاء الغرب، سيدي سليمان، القنيطرة، سلا، الرباط، تمارة، المحمدية والدار البيضاء. هذا ولم تسجل مصادرنا أي خسائر لحدود اللحظة. ولمزيد من المعطيات والتفاصيل مشاهدينا حول هذه الهزة الأرضية ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف السيد ناصر جبور مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء. أهلا بكم معنا سيد جبور. بداية، ما هي المعطيات المؤكدة لديكم حول هذه الهزة الأرضية؟ نعم، الشبكة الوطنية لرصد الزلزالي سجلت الهزة في حدود الساعة 11:48 ليلا. طبعا القوة على سلم ريشتر 5.2، وبهذا تعتبر هذه الهزة متوسطة حسب القوة ديالها. حددت البؤرة في جماعة بريكشا إقليم وزان. كما ذكرتم شعروا بها ساكنة في العديد من المدن في شمال المملكة. هذا راجع إلى عاملين، هو الهزة متوسطة وأيضا العمق 20 كيلومتر في العمق، يخلي الموجات تنتشر لمسافات بعيدة. نعم سيد جبور، أنتم كيف تفسرون هذه الهزة الأرضية والأسباب الكامنة وراءها؟ بالرجوع إلى المعطيات الزلزالية القديمة نعرف أن المنطقة كانت شهدت هزات مماثلة في الماضي، لذلك ليست هزة استثنائية فقط. التوقيت هذه المرة جاءت هزة معزولة، ليست هناك لحد الآن هزات ارتدادية. طبعا هو الحركية الأرضية مستمرة ويمكن فقط المراقبة لمعرفة تواتر هذه الهزات. على ذكر استمرارية الحركية الأرضية سيد جبور، هل يمكن أن تلي هذه الهزة بعض الارتدادات؟ لحد الآن لم نسجل هزات ارتدادية، وبذلك نعتبر الهزة هذه هزة معزولة في الزمن. فقط يجب دائما الانتباه وأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات خلال هذه الساعات المقبلة. نعم، على ذكر الساعات المقبلة، هل يمكن أن تكون هناك معطيات جديدة في قادم اللحظات وفي قادم الساعات سيد جبور؟ الشبكة ترصد كل الهزات الصغيرة حتى الهزات التي لا تشعر بها الساكنة. لحد الآن كما قلت لم نسجل أي تطور في هذا المنحى. ليس هناك إشارة إلى هزات أخرى، فقط يجب الانتباه والحذر. ولا يمكن طبعا القول أن هناك هزة ارتدادية في الوقت الحاضر. نعم سيد جبور، كيف تقومون برصد هذه الهزات الأرضية وكيف تتابعونها أولا بأول في المعهد الوطني للجيوفيزياء؟ نعم، المعهد الوطني للجيوفيزياء يتوفر على شبكة من المراصد ترسل كل الإشارات الزلزالية في الزمن الحقيقي. يعني هناك متابعة عن قرب ومباشرة
لما يحدث في باطن الارض. هذه المعطيات كلها تسمح لنا بالحساب ديال البؤره في حدود بضعه دقائق، وايضا يمكن معالجه هذه المعطيات بسرعه. نعم، إذن السيد ناصر جبور مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات، وسنبقى على التواصل المستمر لإطلاع المشاهد الكريم على المستجدات أولا بأول. نهاية العرض الإخباري الاستثنائي، سنعود لتفاصيل الخبر في مواعيدنا الإخبارية.